لها هذه واحد الدكتوره في لاشيمي قالت لك سبحان الله العظيم فيه واحد البرودوي احسن بزاف من الزعفران. هي السلام عليكم. اليوم جايبه لكم تجربه مختلفه، تجربه فيها الهدوء والراحه والضيافه المغربيه على اصولها. مشيت نزور دار الضيافه توغيفير وقلت علاش ما نشاركش معكم هذه اللحظه مزيونه. بلا ما نطول عليكم تابعوني باش تشوفوا معايا المكان والتفاصيل والاجواء، وخليكم حتى الاخير راه كاين مفاجات. ملي قربت نوصل لدار الضيافه كيبان لك التغيير في المحيط من طرق بسيطه وسط الخضره للهواء النقي وصوت الطيور. فاش دخلت اول حاجه شدتني هي البساطه والديزاين الطبيعي. الدار مبنيه بالخشب الطبيعي وهذا الشيء كيعطيها واحد الجماليه فريده ودفء خاص. الدار اللي فيها غرف النوم وكل غرفة عندها ستيلها، ولكن كيجمعهم الطابع الخشبي الدافئ. كل بيت فيه سرير كبير، مفروشات نقية، وحتى الضوء مشمش كيدخل بطريقة زوينة كتخلي المكان. حمامات عصرية نقية وفيهم ماء ساخن ومنشاف وكل شيء موجود. اكثر حاجه شدتني في توغيفير هي الخشب، كل شيء مبني بالخشب حتى السقف. هادشي كيخلي الجو معتدل مريح وكانك في كوخ سويسري وسط الغابه. والريحه ديال الخشب مع نسيم ديال الصباح كتحس براسك رجعتي للطبيعه ديالك الاصليه. ومن بين الحوايج اللي عجبوني بزاف في توغيفير هو المطبخ ديالهم، ماشي غير مجهز بل كامل مصوب من الخشب، من السقاف للطبله حتى الخزنات. كتحس براسك في فيلم قديم ولا في كوخ ريفي كلاسيكي، ولكن فيه كل وسائل الراحه الحديثه. وحتى الطاوله خشبيه تقدر تفطر فوقها مع المنظر على الحديقه. دابا نخليكم مع الغرفه اللي نعست فيها، وبصراحه من اروع الغرف اللي جربت في دار الضيافه. الغرفه كلها خشب من الارض للسقف وحتى البيبان والنافذه، وهذا الشيء كيعطي احساس بالدفء والراحه. السرير كبير ومريح والفراش نقي وريحته زوينه. بالنسبه للحمام داخل الغرفه وفيه ماء سخون 24 ساعه على 24 ساعه، منشافه نقيين وحتى السشوار وخزانه صغيره للحوايج. واخا الغرفه بسيطه لكن كل شيء فيها مدروس. وفي هاد الليله ما سمعت حتى صوت غير صوت الطبيعه والنسيم اللي كيدخل من الشرجم. بعد الفطور خرج ندور في الحديقه، الشجر، العشب، الطيور وحتى ريحه الارض كترجعك للطاقه. كاين التراس خشبي في وسط الطبيعه، مثال باش تقرا الكتب وتدير التامل او غير تسكت وتتفرج. هنا غادي نلقاو بزاف ديال المفاجآت اللي غادي نصور لكم، منها المسابح، منها الاشجار، منها الحيوانات. ان شاء الله بقاو معايا ما تسقطوش معنا في هذا الفيديو، وغادي نوريكم بزاف ديال الاشياء اللي التقطتها في هذه الخرجه ديال دار الضيافه. ومن بين الحوايج اللي عجبوني كتار هي الخيمه اللي دايرين في وسط الطبيعه. خيمه زوينه منصوبه في مكان هادئ وسط الاشجار والعشب، كتحس براسك بعيد على العالم. فيها فراش وزربيه تقليديه حتى واحد الشماعيه خفيفه كتزيد الجو رومانسي.
تقدر تجلس فيها تقرا تشرب اتاي او غير تسترخي وتسمع صوت الطبيعه. حتى بالليل كتولي زوينه بزاف، خصوصا مع الضوء والشموع ولا لامبه صغيره، كتحس براسك في كوكب اخر. وبالنسبه للطبخ، العائلات اللي جايين مع بعضهم يقدروا يطيبوا هنا، يشربوا اتاي ويديروا جوله ديال الضحك والدردشه بحال في دارهم. وحتى الاطفال عندهم ركن صغير باش يلعبوا، باش الاباء يقدروا يرتاحوا ويحضروا الماكله بلا قلق. من بين المميزات اللي عجبتني في توريفير هو المسبح المنفصل للرجال والنساء، وهذا الشيء كيخلي كل واحد يحس براسو مرتاح وامن بلا ما يكون عنده ضغط او احراج. كاينه مسبح ديال الرجال وكاينه مسبح ديال النساء. مسبح ديال الرجال كبير ومجهز مزيان، والمسبح النساء فهو مزيون بزاف، مصان بالنظافه عاليه وفيه خصوصيات كامله باش تقدر تسترخي براسك بلا احراج. وهنا كتلقى واحد القاعة كبيرة أنيقة مجهزة بجميع اللوازم باش تنظم مناسبة زوينة بحال الأعراس، الحفلات العائلية واللقاءات الخاصة. التصميم ديال القاعة متناسق مع الجو الطبيعي ديال دار ضيافة. وهنا تلاقينا مع صاحب الضيعة، وكان عندنا بزاف ديال الأسئلة اللي حبينا أننا نطرحوها عليه ونعرفوا نتعرفوا على الضيعة ديالو، مثلا على بزاف ديال الأسئلة كانت مطروحة عندنا. نوع النباتات اللي عنده في هذه الضيعة، شنو هما الحيوانات اللي عنده، كيفاش جاتو الفكرة. هذا راه بحال الزعفران، شتي هذا بحال الزعفران الحر. وهاد السيده اللي صيفط لها هذه واحد الدكتوره في لاشيمي، قالت لك سبحان الله العظيم فيه واحد البرودوي احسن بزاف من الزعفران. هي خدات عندي هذا بوغ ليتود، هذا درنا بوغ ليتود، غنديروا لي ليتود باش نعرفوا داك لا بارتي اكتيف فيه. ساهل في الناحيه، ماشي زعما شي حاجه صعيبه. كيصبا هذه المورينغا. ديال المورينغا هي المورينغا، شجرة المورينغا. هذاك لا غمواش الشيخ. الشيخ هذه السلميه، هذا الزعتر. هذا اونتيبيوتيك ناتوريل واعر. الشعاع زوين. هذا الاوريغون كيقضي على ديك الدويدات. راه عندنا بلوزيور بحال البزار، ولكن ماشي بزار، وسيني بيستا هي بلونت ميديسينال. هذا التويلات تدق بحال العطريه داير بحال البزار. ولافونتاج ديالها هذه الريحه اللي كاينه في هذا الوراق كتجري على لي زانسيكت الخايبين.
وبغيت نقول واحد الكلمة في حق مول الضيعة، وماشي مجاملة ولكن عن تجربة. الرجل الله يعمرها دار في استقبال، في التعامل، وفي كلمة زوينة ما خلى لينا ما نقولو. ضيافة فوق المستوى واهتمام بكل التفاصيل، حسينا براحتنا والاطمئنان، وهذا الشيء راجع لنيته الطيبة وطريقة التعامل ديالو مع الضيوف ديالو. الله يحفظه ويزيدو من الخير. تبقى الضيعة ديالو مقصد لكل واحد كيقلب على الراحة والصدق. الشاي اللي خرج من الزيت الشجرتي هي هي شي مالا ريحه راه داير بحال الريحان زوينه ما شاء الله. وعنده لا ريزيستونس. وثانيا لو فروي ديالو واخا كاع مثلا واحد العام ما كاينش الثمن، ما عندكش مشكل خليه حتى كان يكون الثمن يبقى ما كيخسرش. يعني لافونتاج ديالو لقيتي الثمن بيع، ما لقيتيش راه ما عندكش زعما ما كاينش فريز. وهكذا كانت زيارتي لتوغيفيغ، بلاصه كتجمع بين الراحه والهدوء والكرم ديال السي عبد الرحيم. نتمنى تكونوا عشتوا معايا هذه اللحظه زوينه. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصل لكم كل جديد مع مغامراتي وتجربتي. شكرا بزاف على المتابعه، والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.